مرحبا ويعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم بوصفة جدا بسيطة، ولكن على قد منها بسيطة على قد منها طيبة. بتمنى أنها تعجبكم. اليوم رح نعمل المهلبية بطريقة شوي جديدة، خليكم معي وشوفوا كيف عملناها. بالبداية عنا كوب من الحليب البودرة، نص كوب من النشا، نص كوب من السكر. منحرك المواد الجافة كتير منيح ومننزل عليهم لتر من المي. هلأ طبعا إذا عندكن حليب سائل فيكن تضيفوا لتر من الحليب السائل وبتستغنوا عن حليب البودرة. هلأ منحركن كتير منيح لحتى تختفي عنا التكتلات، ومنرفعن على النار ومنضلنا عم نحركن لحتى يتقل عنا الخليط. النار بدها تكون وسط هيك. بعد ما سمك عنا الخليط، شوفوا ما شاء الله قديه ناعم، نسكبهم بكاسات التقديم. هلأ بعد ما خلصنا المهلبية، عنا هون عجينة الكنافة او نحنا منقلها البصمة. هلأ بعد ما قطعناها كتير صغير منحطها بطنجرة ومنزيد عليها 50 جرام من الزبدة او ما يعادل ملعقة كبيرة ومعلقة من السكر البودرة. منحركهم كتير منيح مع بعض ومنحطهم على النار. النار بهالمرحلة بدها تكون كتير نايسة لأنه الشعيرية دغري بتحترق معنا، وبده يكون عطول عم نحركها هيك. بعد ما تحمصت معنا الشعيرية واخدت اللون الذهبي هيدا الحلو، خلاص بنرفعها عن النار وبنحطها فوق المهلبية وبنتركهم تقريبا 3 ساعات ل4 ساعات لحتى يبردوا. هيك بعد ما بردت عنا المهلبية، شوفوا ما شاء الله قديه قوامها ناعم وجدا جدا جدا لذيذة. إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم وصفتنا لليوم، ما تنسونا من اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. صحتين.